بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحبائي أصدقاء قناة كوكب الشرق ومحب الفن، أهلا وسهلا بحضراتكم. لما تبقى حياة المشاهير أكتر من مسلسلاتهم إثارة، وفي عالم الوسط الفني في قاعدة غير مكتوبة بس معروفة جدا اسمها لو الدنيا هديت لازم حد يقوم يولعها. وفعلا اللي قامت بالدور ده المرة دي مش أي حد، دي ياسمين عبد العزيز بنفسها اللي قررت تخرج عن صمتها وتقول بطريقتها الخاصة ايه السبب الحقيقي اللي خلاها تنفصل عن احمد العوضي. والسبب مش اختلاف وجهات النظر ولا حتى ملل، لا 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 لا، ده الموضوع اعمق من كده بكتير ومتعلق بالخيانة الزوجية. زي ما سمعت كده حضرتك، الموضوع متعلق بالخيانة الزوجية، يعني نفس التهمة اللي الجمهور والصحافة بيحبوها وبيعرفوا يشيلوها على كتافهم ويجروا بيها في كل مكان. بس اللي زود النار حطب المرة دي إن ياسمين قررت تتكلم عن الموضوع بطريقة الإيحاء مش التصريحات المباشرة، وكأنها بتلعب لعبة الألغاز مع الجمهور. ياسمين نزلت فيديو غامض على صفحتها وبعدها كتبت تعليق بسيط بس مفخم: أنا شفت المشهد ده فين قبل كده. وبعدها كتبت قصدي يا ليل، وضحكت. وطبعا الجمهور مش محتاج حد يفك الشفرة، الكل ربط الكلام بالطلاق وقالوا ادي الحقيقة، العوضي خان ياسمين. بس السؤال هنا، هل الصدفة البحتة إن مسلسل ياسمين الجديد بيتكلم عن الخيانة الزوجية؟ هل دي مجرد حملة دعائية عبقرية للمسلسل؟ ولا الدنيا بقت سريالية لدرجة إن الواقع والمسلسلات بقوا حاجة واحدة؟ أما العوضي فأصبح في حالة صمت، أو يمكن بيرد بطريقته. من الناحية التانية أحمد عوضي ما قالش ولا كلمة عن الموضوع، لكنه ظهر مع رامز جلال وقال بمنتهى الهدوء إنه ناوي يتجوز بعد العيد. يعني ببساطة بيقول للناس خلاص أنا كملت حياتي، وانتوا بقى عيشوا في الدراما زي ما انتوا عايزين، وده شيء زي ما انتوا تحبوا. وهنا هنرجع للسؤال الأزلي، هل في راجل بيتخان؟ ولا الست اللي بتقول خاني؟ يبقى المشكلة فيها مش فيه. الناس انقسموا فريقين، فريق شايف العوضي خاين وولي الأصل، وفريق بيقول ما هو الست لما تبقى نكدية الراجل بيدور على حد يريحه. بس المشكلة إن الموضوع مش بين ياسمين والعوضي بس، الجمهور كله بقى جزء من القضية وعايشين في الفيلم كأنهم أبطال القصة بنفسهم. في نظرية قديمة بتقول مجرم دايما بيرجع لمسرح الجريمة. ياسمين بقى بتقول لك إن اللي خربت بيتها مش بس اكتفت بكده، لأ، دي كمان لسه بتراقبها وبتحاول تدخل حياتها من بعيد. وهنا السؤال، ليه اللي خان بيبقى عنده هوس انه يفضل متابع الضحية؟ هل عشان خايفة ان اللي عمله بغيره يتعمل فيه؟ ولا بس عايزة تتأكد ان الضحية لسه بتتوجع؟ وسط كل القلق ده حصلت وفاة حزينة جدا جدا للفنان إحسان ترك. إحسان ترك توفى بعد معاناة مع المرض، بس الصدمة إنه كان بيعاني ماديا جدا لدرجة إنه باع كل ممتلكاته علشان يعرف يعيش. والراجل ده اشتغل سنين في الوسط الفني، لكن لما وقع ملقاش اللي يسنده إلا في آخر لحظة، لما شوية فنانين افتكروه ومدوله شوية فلوس. والسؤال هنا، هل الفن هو اللي غدار، ولا اللي شغالين فيه هم اللي بيغدروا ببعض؟ لما تبص على موضوع ياسمين والعوضي هنا وبعدها إحسان ترك، هتلاقي إن الدنيا في الوسط الفني بقت غريبة جدا. ناس بيعملوا ترند علشان حياتهم الشخصية، وناس بيموتوا محدش حاسس بيهم. الغريب إن الجمهور بقى مش بس بيتفرج، لأ،
ده داخل في الدوامة وكأنهم جزء من المسلسل، بيحلل بيتناقش وبيختار مين معاه ومين ضده. وفي النهاية السؤال الأهم، إحنا بنتفرج على إيه؟ إحنا بنشوف إيه؟ ده السؤال اللي عايزين نوجهه لأهل الفن اللي قدموا السنة دي مثلا، وعلى سبيل المثال للحصر كم من المسلسلات يمكن يعني لو اتلمت فلوس الإنتاج بتاعتها سد ديون مصر، ويبقى يعني فلوس كتير جدا تبني مصر من أول وجديد. ولكن هل أحد من هذه التمثيليات صدر فكرة إيجابية للمجتمع تفيد الناس وتفيد الشعب؟ لا. هل أحد من هذه التمثيليات صدر أسلوب حياة جديد أو حل للمشاكل الاجتماعية اللي عند الناس علشان تستفيد منها؟ لا. طب هل حتى هذه التمثيليات قدمت وقت مسلي إيجابي للجمهور وضحكة نظيفة وصافية وحلوة؟ طبعا لا، لأن المسلسلات السنة دي كلها جعير، كلها إسفاف، كلها ألفاظ خارجة. وهذا هو التجديد اللي يقدروا عليه بس. يقدروا يجددوا في الشتيمة، يقدروا يجددوا في قلة الأدب، لكن ما يقدروش يجددوا في الفن الراقي، لأن هم ما درسوش أصلا ولا يعرفوا حاجة عن رقي الفن. الواضح جدا في الوسط الفني في هذا الشهر الكريم اللي بيمثل فيه تقريبا كل الممثلين اللي في مصر، إن الكوسة وإن الوسايط والمحسوبيات في الوسط الفني بقت واخدة راحتها جدا جدا. 3/4 الممثلين اللي هم صف أول دلوقتي اللي بيمثلوا شايلين أدوار للأسف ما بيعرفوش يمثلوا. ناس ما بيعرفوش يمثلوا حرفيا. يعني واحد زي أحمد السقا ده كان راجل كان مكسل إن هو يقوم بالدور بتاع العتاولة ده السنة دي، كان بيقضي الدور كده كأنه بيقرا ورقة جورنان. واحد زي التاني اللي هو عمل مسلسل كوميدي حسن الرداد، الراجل ده يعني ما فيش خالص، يعني زيرو موهبة. وكثير جدا من النجمات الجداد اللي طلعوا على السطح في غفلة من الزمن، لا هم بيعرفوا حاجة فنيا ولا بيعرفوا يتقمصوا دور علشان يظهروا قدام الناس بشكل كويس ان هم فنانين بيعرفوا يتقمصوا الشخصيات قدام الناس. امال ايه اللي اتقدم؟ اللي اتقدم بعض السخافات اللي مدفوع فيها فلوس كتير قوي قوي قوي. تمثيليه الناس كل الناس اللي فيها بتجعر، تمثيليه الفنانات بتقول فيها الفاظ خارجه على اساس ان ده التجديد اللي عندهم اللي يعرفوا يعملوه. وتمثيليه ثالثه الناس بتقول فيها افيهات وتستظرف. وتمثيليه رابعه. ولكن هل يوجد تمثيلية واحدة صدرت للناس نموذج إيجابي مفيد في وسط هذه الدايليما من الإنتاج؟ ولا حاجة. شكرا لحسن استماع حضراتكم، ولنا الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله أحبائي.